المعنى الحقيقي للرضا والراحة النفسية اللي موجودة عند الست دي بجد. حرفيا يا جماعة انا شفت الفيديو انبهرت بيه، وانبهرت بالمكان اللي هي عايشة فيه، لان المكان فيه رضا وفيه راحة نفسية غير طبيعية. لان بصوا هو يعتبر جنة الله على الارض، يعني طبعا مش زي الجنة بس احنا بنقولها جنة الله على الارض بسبب المكان اللي هي عايشة فيه، زرع وخضار وطبيعة و... و... اسمها ايه، حيوانات وكل حاجة بجد طبيعية. فدي حاجة حلوة جدا. يلا بينا نشوف الفيديو ده. قبل اي حاجه بس متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، انا بحب قوي اعرف انتوا منين، وهتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه. يلا بينا بقى نشوف الست العسوله الجميله دي بتعمل ايه. معرفش هي بتعمل ملوخيه دي ولا ايه، مش عارفه، بجد مش عارفه. بس طبعا هي مسلمه لان طبعا لابسه حجاب. يعني هي اكيد مسلمه. معرفش هي سلقت الفرخه وبعد كده حمرتها وبعد كده مش عارفه بتحشيها ايه الاسود ده، انا مش عارفه الصراحه، يعني مش عارفه بجد. وعملتها بطريقة كده اللي هو سلقتها بعد كده حمرتها بعد كده حطيتها في مية تاني. فدي طريقة غريبة جدا. كل واحد طبعا بعاداته وبتقاليده وبتقاليد بلده. طبعا هي عملت رز بسمتي والرز ده معروف. لكن ايه الخلطة دي بقى، انا مش عارفة شكلها غريب قوي بجد. بس احنا ملناش دعوة بالاكل، كل واحد وذوقه، بس المكان بجد خطير يا جماعة. وبجد هي اكيد نفسيتها مرتاحة قوي لان هي عايشة وسط الطبيعة ووسط الخضرة وسط حاجات كتير قوي كده، يعني اللي هو ايه، مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس بجد احساس حلو قوي. احساس انا نفسي طول عمري اعيش في مكان زي ده، والله العظيم بجد. يعني اللي عارفني شخصيا اكيد سمع مني ان انا بحب ان انا اعيش في الاماكن دي قوي. بحس بكميه راحه كده نفسيه في الاماكن دي. مش عارفه بتعملي ايه، انا مخدتش بالي. بصوا بقى الحيوانات بتاعتها بتاكل من الخضار طبيعة. كل حاجة عندها طبيعية، يعني هي زرعة. بصوا بيتها فين، في وسط الزرع وفي وسط الخضار. ايه اللي انتي بتفتفتيه ده؟ جماعة اكلها غريب. تفتكروا بلدها ايه او البلد دي ايه؟ اللي يعرف يقول لي برضك. انا مش عارفة بجد، يعني انا مش عارفة ايه البلد دي. فاللي يعرف يقول لي. بصوا بقى فراخ انتي بتعملي حنة ولا ايه؟ ايه ده؟ تحشي البتنجان حاجة كده غريبة. معرفش ايه ده. يعني انا بقالي ساعة بشكر والله العظيم، بس انت اكلك غريب قوي بجد. بصوا يا جماعة المية طالعة طبيعة، طالعة من الصخرة. انتوا متخيلين الجمال؟ يعني المية طالعة لها طبيعية كده. بجد دي حاجة حلوة قوي. هو انتي الرز محروق، حرقتي الرز ليه؟ خص عليكي. طب جبتي الرز بسمتي منين، هو انتي مش عايشة في غابة؟